أغرب شيء أنا أشوفه من بعض الناس اللي يكون مثلا عندك أنت سيارة حلو ركز معي. عندك سيارة حلوة عاجبتك، يعني شكل أنت عاجبك. الثقافة نوعا ما تغيرت الحين. قبل كانوا الناس ماشيين على قاعدة أن كل ما تكون سيارة أيدد، يعني أنا أتكلم مو السيارة الاستخدام يومي، يعني مو اللي تروح فيها دوام وترجع وهذيله، لا، في ناس اللي يكون عنده مثلا سيارة تكون سبيشل وسيارة ثانية ديلي. أنا واحد من الناس عادة أسوي الشيء هذا، وكنت أجدد سيارات مثلا البورش وجيب الربع يكون السيارة مالت كل يوم أروح في نادي أتمشى أخلص شغلي، يعني كل يوم دق السلف، طول الصيف تستخدمه أي وقت تستخدمه. السيارة الثانية أستخدمها طول الشتاء أو إذا عندي مناسبات وكذي ومن هالأمور. حلو، ركز معاي بهالنقطة. قبل أنا كنت أسوي غلطة كبيرة وايد. كل ما تنزل قصة جديدة أو موديل جديد أو شيء جديد، السيارة الراقية اللي عندي تتغير، والشيء هذا كان يستنزف مني فلوس وايد، بالذات إذا كانت السيارة ما تمسك سعرها. مثلا تكون ماخذ سيارة يكون سعرها فرضا 50,000، تيجي تبيع 30,000 بعد 3 سنين، يعني أنت تقريبا خسرت 20,000 خلال 3 سنوات. حلو، أوكي، هو أنت لازم تخسر، بس هذه خسارة كبيرة، يعني 20,000 مو شوية، خسارة كبيرة أنا أشوفها. وكنت يعني بالكويتي أو بالعامية كنت أتنقز بين الشركات، مرة هذه، مرة البراند هذا، مرة البراند هذا، مرة البراند هذا. في براند يضيع كل فلوسك، في براند يضيع شوية من فلوسك كذي وهذا، لين وصلت للبورش. البورش 911 يمسك سعره، وإذا نزل بعد 5-6 سنوات يطمر مرة ثانية. أنا جت لي فكرة يعني، أو قمت ألاحظ وايد من الناس حتى بالشوارع، قبل ما كنا نشوف سيارة راقية قديمة بالشارع كانوا يتغيرون، لأن خلاص فترتها الزمنية إن تكون إيه سيارة غالية وبس. إيه هذه كانت الفكرة مالت السيارات، إن أو السيارة الكشخة، إنك أنت كل ما تكون سيارة أيدد، كل ما يكون آخر موديل، كل ما تكون يعني أيدد شيء آخر ديزاين، أنت أوكي. الثقافة الحين تغيرت، حتى قاعد أشوف وايد من الشباب كلموني عنده، مو ما عنده فلوس، ركز على هالنقطة، عنده فلوس بس شنو؟ ضالع السيارة اللي هو يحبها، صار اهتمامه مثلا بالسيارة الثانية استخدام اليومي، مو ضروري شيء غالي، لأن سيارة استخدام يومي عادة تكون سيارة ما تكون غالية. لو شنو الأوبشن اللي فيها ما تكون غالية، يعني مثلا في سيارات يومي وشي، مثلا وانيت أنا بفكري الخاص أشوفها ما يتعدى، ما أدفع فيه أكثر من 12,000 منطقيا كذي، أنا بفكري كذي. بو 12,000 هذا يوديك ويجيبك فيه كل الأوبشن وحلو ومزيون وكل شيء عسل. سيارة راقية ممكن ساعات ما تنفع حق كل يوم، ساعات أي شيء يصير فيها غالي. فايش صار عادي تلقى ناس عندهم سيارة قديمة يحبونها، ما عندهم غيرها، يستخدمونها حق كل يوم، يروحون ويردون مثلا فيها بالمشاوير وقت الشتاء وكذي. فايش يسوي؟ الحين صار في شيء اسمه روستا مود. شنو هذا روستا مود؟ السيارات القديمة تتجدد. مثلا لو تركزون الحين بورش، أي واحد عنده بورش موديل 2002 2006 بالوكالة نفسها عندهم مسجل جديد في بلوتوث، في كار بلاي، في أوتو أندرويد، خلاص صارت تتجدد. قاموا ينزلون اكسسوري حق القديم إنه يتجدد شكله، ما راح يصير نفس الشكل الجديد بس متجدد. مثلا الليت الأمامي كان عادي، الحين لا، في حقه تقدر تروح تشتري مخصوص حق سيارتك القديمة ليت ماتريكس، يعني صار جديد. هالخطة مشت فيها بورش حاليا. ولو تركزون ال 911 سعره فيه وقاعد يصعد، يعني إذا حصلت 2012 2013 2015 شيل من الحين أنه نازل سعره، انطر عليه 4 سنوات قدام راح تلقاه طمر بالعشرينات. شو السالفة 25 شيء؟ ليش؟ لأن الشركة خلاص فهمت. أنا الحين فرضا عندي البورش هذه، نزلت قصة جديدة، ترى تظل حلوة هذه، ليش أروح أشتري واحدة جديدة؟ أنا حاب هذه، أقدر أبدل رنقاتها، أسوي ريست مود، أطورها، أسوي كل شيء أنا أبيه فيها بدون لا إني أدفع فلوس
وايد، يعني ما راح ادفع 15,000 عشان مثلا ابيع هذه وازيد عليها 15,000، او يعني تبيع هاي تزيد 10,000 تاخذ موديل السنه يعني، او القصه اللي راح ليش؟ تقدر تدفع انت 4,000 وخليتها ممكن ملفتة أكثر من الشكل الجديد لأن مميزة. أنا واحد من الناس صرت لما أشوف السيارات القديمة بالشارع لا لاحظوا المرسيدس القديمة الحين في ناس قاعد تدور أدواره لأنه بلش سعره يطمر من 500 دينار 600 دينار قام يوصل ل 11,000 12,000. أنتم متخيلين؟ بس تكون شوية نظيفة، بس الموديلات موديل 90 91 92 هالموديلات اللي بالنص دائما سعرهم يطيح، اللي بعد يعني يكون سيارة جديدة، اللي قبله يكون غالي. ركزوا معظم السيارات كذي. السوبرا الحين مو وقفوها راح تطمر فوق. سيارة جميلة يعني تويوتا سوبرا أنا أشوفها جميلة، الحالية والقديمة. أول واحد شايفين القديم حيل، أنا أشوفها الحين حلو. تخيل تشوفها بالشارع تكون صبغتها نظيفة، مو شغل صبغة جديدة. ركزوا على هالمعلومة، صبغة جديدة مش حالك، صبغة نظيفة. يعني تروح تدفع على القصة القديمة، أول شيء أي شيء مكسور تبدله، دعامية فيها كذا، لا يجيب دعامية جديدة، يجيب صبت. ليش؟ الدعامية القديمة ترى مع الجو تصير مموجة، لازم تعرف الشيء هذا. فلما تشوفها حتى لو الصبغة جديدة وهذا أي كلام، تحس إنه صابغة ب50 دينار. قاعدة. لاحظوا الشركات اللي قاعد تجدد سيارات برا بأوروبا أو بأمريكا سيارة شكلها جديد. ليش؟ ترى على فكرة الماتيريال، المادة مالت الألمنيوم أو هذا مع الوقت ترى يصير فيه تعرجات، حرارة الجو، الصفطة، عدم تخزين عدل، ما يظل مستحيل يصير تحسه سيدة ما وكالة. الدعامية تلقى الربل شوي طالع، ما شغل تصبغ فوق الربل، لا هذا مش حالك. بدلها كاملة، حطها، تروح تصبغها صبغة ب500 700 ألف دينار. ما تبي فويل يعطيك أحسن من الصبغة. أنا أشوفه بالنسبة لي أنا أشوف الفويل يعني أي وقت تقدر تغيره ويعطيك لون واحد من أول لآخر السيارة. رنجات تقدر تحصل في شركات يسوي لك رنج مودرن، يعني نفس يعني راكب على شكل السيارة على جديد، تحط ليتات جديدة قدام، تقدر تضبط سيارة. فصارت الحين الفكرة إن الناس ما قامت تغير سيارها، قامت تجدد سيارها القديمة وخلاص. صار الفكرة اللي يحب السيارات وهو اللي يخليها. معظم اللي تلقاهم وهم شباب شراله سبورت وسيارة كشخة، تلقاه لما تزوج قط السيارة وشراها سيارة عادية، لأنه هو ما يحب السيارات بالأساس، وهو كان ماخذها دكوارة وكذي. تدرون يعني وايد ناس سووا كذي. أنا واحد من الناس كانت بالبداية كنت أعتقد أنا شيء، ما اكتشفت إني أحب السيارات. راح تلقى تدي تعرف شلون منه اللي يحب السيارات، اللي هو كبير بالسن عنده سيارة سبورت، وهو للحين عنده سيارة سبورت، مستعد يسوي أي شيء بس يكون عنده سيارة سبورت. بس اللي تزوج وصار ما عنده سبورت ولا حتى يفكر يشتري سبورت، لا هذا ما يحب السبورت، هذا كان ماخذها دكوارة وكذي وهذا. أو ممكن الميزانية، ممكن يكون كذي. أنا أشوفها شيء وجهة نظري. فإيش رأيكم؟ هل تجدد سيارتك ولا تشتري قصة جديدة؟ السيارة الثانية مو الأساسية مات كل يوم، ثانية السبورت أو الكشخة، جددها ولا تشتري جديدة؟ مع السلامة.